السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 اضطرابات جوية مصحوبة بزخات رعدية قوية، وذلك في إطار نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي. ففي الجهات الشمالية والوسطى ينتظر أن تشمل التساقطات مناطق فاس وإفران والحاجب ومكناس ومولا يعقوب وصفر وتازة وثونات والخميسات، حيث قد تتراوح كمية الأمطار ما بين 25 و 35 ملم ابتداء من 10 صباحا إلى حدود 2 بعد الزوال. كما ستعرف أقاليم الشرق زخات مماثلة، إذ ستتأثر مدن القصر الكبير والدريوش ووجدة وبركان والناظور وتوريرت وبولمان، وذلك ما بين 11 صباحا و7 مساء. وفي الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تشهد منطقة أوسرد ووادي الذهب أمطاراً رعدية غير معتادة ابتداءً من 3 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلاً، وهو ما قد يتسبب في سيول محلية نظراً لطبيعة الصحراوية للمنطقة. وبالموازاة مع هذه الاضطرابات ستظل الأجواء مستقرة ومشمسا في السواحل الأطلسية والمتوسطية، وكذا في المناطق الوسطى والغربية، لا سيما في الدار البيضاء والرباط والمحمدية وأجدي والصويرة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و 29 درجة مئوية. أما في المناطق الداخلية مثل مراكش وورزازات فمن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 32 درجة. وأكدت مديرية الأرصاد أن هذه الزخات الرعدية القوية قد تشكل خطراً محتملاً في بعض الأودية والمناطق الجبلية، داعية الساكنة ومستعملي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.